فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. الدين قول وعمل، هذا ما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أتباعهم من أهل السنة. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال نوح وهود وصالح وشعيب صلى الله عليه وسلم لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله واتقوه. وقال المسيح صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. بل هذا بإجماع الأنبياء، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة هي العمل الموافق لأمر الله سبحانه وتعالى بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتمل الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان. وذلك أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، سأل الرسول ليتعلم الناس دينهم. فسأله جبريل، سأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، وجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابات مختلفة دلت على اختلاف هذه المراتب من مراتب الدين، كما سيتبين معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسأذكر كل جزء من هذا الحديث في موضع، والحديث طبعا رواه البخاري ومسلم. فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادر ما قد نقل. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمس هي أركان الإسلام. من أتى بالشهادتين والصلاة كان مسلما، ومن تركها ترك الإسلام. من ترك الشهادتين أو ترك الصلاة ترك الإسلام. أما الزكاة والصيام والحج من تركها كان عاصيا إذا أقر بوجوبها واعترف بوجوبها، لكنه كسل عنها أو تقاعس ولم يفعلها، كان عاصيا ولم يكن كافرا، إنما كان كفره يعني كان كافرا كفرا أصغر لا يخرجه من الملة. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتين، وهي العروة الوثقى التي من استمسك بها ثبت. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والبراءة من ذلك يعني من عبادة غير الله. والإيمان بالله هو الإيمان بأن الله إله واحد مستحق للعبادة ومستحق أو ويجب أن ينقاد له خلقه. وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة. الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى:
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى افترض على عباده 5 صلوات يصلونها في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. وقت الظهر يبدأ عند الزوال. الزوال هو أن الشمس بعد أن تطلع من المشرق تصل إلى نقطة، إلى كبد السماء كما يسمى. النقطة التي بعدها سيتحول ظل الأشياء إلى الاتجاه الآخر، يتحول ظل الأشياء إلى اتجاه الشرق. عندما تتحرك هنا يبدأ وقت الظهر، وينتهي وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء بمثل طوله. هنا يبدأ وقت العصر وينتهي وقت الظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الشمس عندما تقترب من الغروب تصبح صفراء، فوقت العصر ما لم تصفر الشمس. لكن يجوز بعد اصفرار الشمس وقبل غيابها يجوز أن تؤخر العصر إلى ذلك الوقت، لكنه وقت مكروه جدا، لورود حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وعندها تكون الشمس صفراء. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني هو الوقت الأفضل لصلاة العصر، وإنما بعد ذلك الوقت يكون فيه يعني كراهة أو يكون فيه إثم على التأخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. المغرب يبدأ عند غروب الشمس. مجرد ما غربت الشمس ولم نعد نراها بدأ وقت المغرب. ينتهي وقت المغرب إذا سقط نور الشفق. عند غياب الشمس يكون هناك نور أحمر في السماء، إذا اختفى هذا النور الأحمر انتهى وقت المغرب. وقت قصير جدا على فكرة، يعني بحدود نصف ساعة، قد يطول في الصيف يعني قليلا، لكن وقت قصير، لأن بعض التقاويم فيها أن وقت المغرب 2 ساعتين أو ما شابه ذلك. انتبهوا، إذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب، انتهى. لهذا يعني يقولون العوام المغرب غريب، لأن وقته قصير جدا. انتبهوا لهذه النقطة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل، الليل يبدأ بالمغرب وينتهي في الفجر. 10 ساعات نصفها 5، بعد المغرب ب5 ساعات إذا كان الوقت يعني 10 ساعات، بعد المغرب ب5 ساعات ينتهي وقت العشاء. إذا كان بين المغرب والفجر 12 ساعة، بعد 6 ساعات من المغرب ينتهي وقت صلاة العشاء. قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. الفجر يبدأ عند ظهور نور أبيض على امتداد خط الأفق، وينتهي إذا طلعت الشمس. إذا طلع شيء من الشمس انتهى وقت الفجر. من صلى الفجر بعد هذا الوقت فليست له صلاة ولا كأنه صلى، إلا إذا كان عنده عذر من نوم غير متعمد، يعني عير المنبه وما شابه ذلك، أخذ الأسباب ولم يفق، عندها يجوز له أن يصلي متى فاق. أو أنه نسي، كان صاحيا وقت الفجر ونسي أن يصلي، فهذا يعذر ويصلي متى تذكر. لكن أن يتعمد أن يصليها بعد طلوع الشمس فكأنه لم يصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث رواه مسلم. وزاد ابن ماجه: فإن تركها فقد أشرك. فإن ترك الصلاة فقد أشرك. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. الزكاة ثالث أركان الإسلام، وهي إخراج، معنى الزكاة إخراج جزء محدود من المال
بصفة حددها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن لم يفعلوا ذلك فمفهوم الآية أنهم ليسوا من إخواننا في الدين إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة تكون بالمال والزرع والبهائم والتجارة. التجارة من المال، تجارة تعد مالا، لكن للتنبيه نقول والتجارة. المال سواء كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، وهي النقود الورقية أو دخلت يعني حديثا البيتكوينز، يعني النقود الرقمية أو ما شابه ذلك. النقود بشكل عام إذا امتلك المسلم مقدارا محددا منها، وهو ثمن 85 جراما من الذهب عيار 24، إذا امتلك قيمة ذلك ومر على امتلاكه لهذا المبلغ أو أكثر منه، مر عليه سنة، فيخرج منها ربع العشر، يعني 2.5%. أما التجارة كما قلنا هي كالمال. التجارة البضائع التي تكون في المتجر، شخص عنده محل لبيع السيارات التي في متجره هذه تعد مالا، هذه تعتبر مالا، يخرج إذا امتلك يعني إذا امتلكها لمدة سنة، بعد السنة يخرج قيمة 2.5% من قيمة هذه السيارات. لكن سيارته الشخصية التي يذهب ويأتي بها، سيارة زوجته، سيارة ابنه، سيارة أبيه، يعني إن كان هو الذي يصرف على ابنه وعلى أبيه، هذه ليس فيها زكاة لأنها أملاك شخصية وليست تجارة. عنده عقارات، يتاجر بالعقارات، هذه العقارات بعد امتلاكه لها بسنة يخرج 2.5%، لكن بيته لا يخرجه. بيت له لم يجعله للتجارة، جعله يؤجره للناس، جعله للتأجير، هذا ليس فيه زكاة. الزكاة فقط فيما كان من التجارات. المواشي يقصد بها الإبل والبقر والغنم. هذه لن أفصل فيها الآن لأن التفصيل فيها طويل شيئا ما، لكن إذا امتلك مقدارا معينا من هذه المواشي، من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ومر على امتلاكه لها سنة، فيخرج منها ما أمره الله بذلك. الزروع زكاتها في أنواع محددة أيضا من الزروع، تؤدى تلك الزكاة يوم الحصاد، تؤدى يوم الحصاد لا وليس بعد سنة. كما قلنا لا يوجد يعني وقت لذكر تفاصيل ذلك بالنسبة للزروع والمواشي، لأن درسنا الآن في العقيدة، لكن أخذنا نبذة عن ذلك. وإنما دراسة تفاصيل ذلك تكون في دروس الفقه. أما ما امتلكه المرء سواء كان من المواشي أو من العقارات، كما قلنا العقارات والأثاث واللباس والساعات والطاولات، أثاث المنزل، البيوت المعدة للسكن، البيوت المعدة للتأجير، هذه الأمور الممتلكات ليس فيها زكاة، لا تجب عليه فيها زكاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. صدقة يقصد بها الزكاة لأنها تسمى زكاة وتسمى صدقة. صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله ترد دلالة على أن هذا المال الذي يجب إخراجه في الزكاة هو حق للفقير، حق لذلك الفقير. فإذا أكله صاحب المال الغني، إذا أكله يعني أخذه ولم يعطيه للفقير، فإنه أكل حق رجل فقير، هو أشبه بمن اختلس مال ذلك الفقير، أكل مال غيره بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يعني إذا لم يخرجوا زكاتها. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. الرابع من أركان الإسلام هو الصيام، وهو الانقطاع عن الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غياب الشمس في أيام رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى، يعني هذه في المساء بعد الإفطار، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ذكرنا في أوقات الصلاة أن الفجر يبدأ على شكل نور أبيض ممتد على الأفق، هذا الذي يسمى الخيط الأبيض. إذا ظهر فيجب على المسلم أن يبدأ صومه، وينتهي كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل يبدأ بغياب الشمس. ملحوظة: بعض الناس من أهل الفتنة وأهل العبث في دين الله تعالى قال لمن يسكن في أوروبا، لأن اليوم في أوروبا خاصة في الصيف يكون طويلا، فقال لهم: صوموا وافطروا بتوقيت مكة. هذا عابث بدين الله، هذا جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، تقدس الله عن ذلك. الله حدد وقت البدء ووقت الانتهاء، لا عبث في دين الله. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. الحج هو الذهاب إلى مكة لأداء عبادة مخصصة في مكان مخصص، وهو فرض على المسلم مرة واحدة في عمره. إن فعل فوق المرة فذلك تطوع، إنما الفرض مرة واحدة في عمره، شريطة أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا فليس فرضا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءتان، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالذي استطاع الذهاب إلى الحج ولم يفعل فإنه كافر، لكن كما قلنا سابقا كفر أصغر، وإنما الكفر الأكبر يكون فقط في ترك الصلاة. فتارك الحج متعمدا وهو قادر عليه فكفره أصغر. طيب، فالله فرض الحج على الناس، المسلم منهم، أما الكفار فالله غني عنهم لأنهم أساسا يمنعون من دخول مكة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتلك 5 وللإيمان 6 أركان بلا نكران. بعد أن ذكرنا أركان الإسلام 5، نذكر أركان الإيمان وهي 6. إذ سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.